فاز المنتخب العراقي 1-0 على ضيف المنتخب العماني خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة الحاسمة بالتصفية الآسيوية المؤهلة لكأس العالم. وسجل هدف المنتخب العراقي الوحيد اللاعب يوسف أمين في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول. وبهذا الفوز رفع المنتخب العراقي رصيده إلى النقطة 11 في وصافة مؤقتة للمجموعة بفارق نقطتين مع الأردن الذي تعادل مع الكويت 1-1. وتوقف رصيد المنتخب العماني بعد الخسارة عند النقطة السادسة في المركز الرابع. ويتصدر منتخب كوريا الجنوبية ترتيب المجموعة برصيد 14 نقطة. وعاد بذلك المنتخب العراقي إلى طريق الانتصارات بالمجموعة بعدما تعادل في مباراة الجولة الخامسة سلبيا مع ضيف الأردني، وبعدما أن خسر في مباراة الجولة الرابعة أمام مستضيفه الكوري الجنوبي بنتيجة 3-2.